يومها الله يرحم ابو متعب الملك عبد الله قال لكم في الممرات زين انكم جبتوا هدف. تدري يا فقراوي انك انت النادي الوحيد اللي جمهوره ولاعبينه يحسبوا كلمة آسيا الى الان عاملة منزلية؟ مع احترامي، كل الاندية حققت آسيا الا انت يا فقراوي، لان لك من اسمك نصيب. فقراوي شايل لي منشفة مشارك فيها انت في بطولة بالترشيح في كاس العالم. لا انت وقتها اللي بطل دوري، ولا انت اللي بطل اسيا، وقتها بطل الدوري الاتحاد وبطل اسيا عام 2000 نادي الهلال، وانت رحت بالترشيح شايل منشفة تحسبها على انها عدد بطولات لك. يقولوا سمعت انه المنشفة هذه وقت لما تيجي تنظفوا قزاز المتحف تنظفوه بالمنشفة وترجعوه مرة ثانية مكانها. ولك وش تتكلم على عمك وتاج راسك النادي الاهلي؟ ناس انديه انت ما توصل تاريخها، ما قدرت على تاريخ الاهلي، انت تقدر عليه يا فقراوي. ترى انت الهلالي والاتحادي والاهلاوي في 5 دقائق يطقطق ياخذوك مشروع ترفيه، ياخذوك تربيه وتعليم في الطقطقه يا فقراوي. انا اسويك بكاس ملك، انا خليتك في يوم من الايام جمهورك يطلع امام الملأ يقول يا ناس المباراة الجاية ضد الاهلي خلوا النصر 2 والاهلي 0 عشان نقدر نلعب ونفوز على الاهلي. وصلتك لهذه المرحلة يا نصراوي. جمهورك صار يطالب يقول تكفى نبغى نشوف. انا سويت فيك خير امس ترى، انا جبت ميداليات دوري ابطال اسيا وجبت كاس اسيا في ملعبك اللي عمرك في حياتك ناديك اللي عمره 72 سنة ما شاف اسيا ولا شاف مسكة كاس اسيا كيف شكلها، لا بالشكل القديم الحلزوني ولا الجديد. انت يا فقراوي امس انا سويت فيك خير لما جبت لك كاس اسيا عشان تخلي جمهورك في ملعبك يكحل عينه يشوف اسيا، زي الولد المسكين المحروم اللي ما يعرف شكل الشيبس والحلاوه في البقاله كيف، بس يشوف من بعيد. انا خليتك زي كذا. يوم تيجي تتكلم على عمك وسيدك وتاج راسك تاريخ النادي الاهلي توقف كذا ثابت ثبوت في ملعب الاول بارك ولا في بيتك تسوي ممر شرفي. شوف وانت فايز انت الفريق الوحيد حتى وهو فايز نطقطق عليه، لانك فريق ما عندك تاريخ، جالس تطقطق 2-0 بميداليه بس، ميداليه من ديميرال قلبت لك الملعب فوق تحت بميداليه بس. ردها علي ان استطعت يا فقراوي. السلام عليكم.